قصتنا السنة دي يا سنة 5 المقررة علينا الترم ده قصة لطيفة جدا، أحداثها شيقة وممتعة، هتستمتع بدراستها، وهي بعنوان جباري searches for home. جباري يبحث عن موطن. تلخيص القصة كده بشكل سريع، هي بتتكلم عن غزال اسمه جباري اتولد في وادي الجمال. وطبعا في بداية القصة هياخدنا في جولة كده في وادي الجمال، هنتعرف على النباتات والحيوانات اللي بتعيش في وادي الجمال، وبعدين هيبدأ يتمرد على المكان اللي عايش فيه، ويقول ازاي غزال جميل كده زي يعيش في مكان اسمه وادي الجمال. هو عايز يبحث عن مكان تاني اسمه وادي الغزلان. هيبدأ ياخدنا يستأذن مامته طبعا الأول، وهيبدأ ياخدنا في جولات سريعة في أماكن تانية مختلفة وبيئات مختلفة، هيبدأ يبحث فيها عن مكان يعيش فيه، ولكن في نهاية القصة هيكتشف انه مش هيقدر يعيش في مكان تاني غير البيئة اللي اتولد فيها. تمام. طبعا الجولات دي هتكون ممتعة وشيقة جدا، والقصة معروضة بشكل حلو قوي في اخر الكتاب مع صور توضيحية وكمان تدريبات وبراكتس كتير جدا عليها. تمام. طيب قبل ما نبدأ كده في عرض منهج 2024، تعالوا كده مع بعض نشوف الجرامر المطلوب منك السنة دي سنة 5 عبارة عن ايه. وطبعا لو في حاجة انت مش فاهمها اكيد هتلاقيها مشروحة بشكل تفصيلي في المنهج، ولكن انا هقول لك كده عناوين سريعة للجرامر بتاعك اللي انت المفروض تدرسه السنة دي بشكل كويس. طيب هندرس السنة دي present perfect tense، هندرس زمن المضارع التام. طبعا هندرس بيتكون من ايه، وازاي تعمل نيجاتيف نفي للجملة، وكمان ازاي تعمل سؤال، وهتاخد الكيوردز الكلمات الدالة على الزمن. طبعا اللي حابب يطلع على شرح الزمن المضارع التام بشكل مبسط جدا جدا جدا، انا حطاه في الديسكريبشن بوكس اللي حابب يطلع عليه. تمام. طيب هناخد ايه كمان؟ هناخد الريلاتيف كلاوزز اللي هي هو which وwhere، وكمان هناخد اللينكينج ووردز الكلمات اللي هي الربط بتربط ما بين جملتين زي and but because so. تمام. هناخد ايه كمان؟ هناخد قاعدة if الحالة الاولى والحالة الثانية، وكمان هناخد الكويشن تاج السؤال المزيل. وده كده تقريبا يا سنة 5 كل الجرامر المطلوب منك معرفته الترم ده، وهتلاقيه طبعا مشروح بشكل كويس جدا داخل الكتاب اللي هنعرض منه منهجنا النهارده. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم بقى، ونبدأ مع بعض في عرض منهج اللغة الإنجليزية كونكت بلس للعام الدراسي 2024. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده ونبدأ مع بعض الحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم كده هنبدأ مع بعض عرض منهجنا من كتاب الباهر. الكتاب ده طبعا بتصريح وتحت إشراف وزارة التربية والتعليم الفني، سعره 99 جنيه، عدد صفحاته 248 صفحة زائد ملحق المراجعة النهائية. وده طبعا كتاب مهم. ده بيكون 80 صفحة وبيصرف بشكل مجاني مع الكتاب. طبعا بيرجع لك على كل أجزاء المنهج، وكمان في امتحانات نهائية، وكمان في الإجابات النموذجية موجودة في آخر الكتاب. الكتاب ده مهم قوي وبيصرف بشكل مجاني مع الكتاب الرئيسي. نيجي بقى للكتاب الرئيسي ونشوف منهجنا عبارة عن ايه، والكتاب بيعرضه بشكل عامل ازاي. تعالوا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. منهجنا السنة دي ان شاء الله بيتكون من 2 themes، من محورين. المحور الاول بعنوان I discover myself، اكتشف ذاتي. المحور الثاني بعنوان myself and others، نفسي والاخرين. كل محور من المحاور دي بيحتوي على وحدتين بمجموع 4 وحدات في الترم الاول. مطلوب مننا ان شاء الله سنة 5 السنة دي 4 وحدات. تمام. تعالوا نشوف كده عناوين الوحدات. Unit 1 بعنوان Life in my world. Unit 2 Look around you. Unit 3 How we use our world. Unit 4 We are on the move. طيب الستوري بتاعتنا زي ما اتفقنا وعرضناها في اول الحلقة بعنوان جباري searches for home. جباري يبحث عن موطن. بيبدأ يرجع لك على اهم الكلمات المفروض ان انت تكون عارفها قبل ما تدرس المنهج بتاعك. تمام زي ما انت شايف كده، وكمان اهم الجرامر، يعني هيرجع لك مثلا على الباست سمبل تنس، وكمان هيرجع لك على البوزيتيف والبلورال
وكمان البانكتويشن ماركس اللي هي ادوات الترقيم. طبعا ادوات الترقيم دي مهمه جدا لان احنا كلنا عارفين خلاص ان ده سؤال اساسي في الامتحان، بيجيب لك جمله ويقول لك بانكتويت يعني اضف علامات الترقيم المناسبه. طيب بيعمل لك امتحان قبل كده قبل دراسه المنهج بتاعنا، وبعدين بيبدا في المنهج على طول زي ما انت شايف، بيبدا يعرض لك الكلمات في شكل قاموس مصور، كل كلمه معاها صورتها ومعاها الترجمه بتاعتها، ودي طبعا بتكون مريحه جدا للعين احسن من الطرق التانية بتكون صعبة. وهنا برضو جايب لك جداول لكلمات اضافية ومترجم لك الدرس بتاعك زي ما انت شايف، مقسمه فقرات وكمان مترجمه. بيبدأ يعمل لك براكتس على الليسون زي ما احنا شايفين كمية التدريبات والاسئلة على الدروس شكلها عامل ازاي. طيب بعد كده هيبدأ يشرح لك الريلاتيف كلوزز اللي هي جمل الوصل، وازاي تقدر توصل ما بين جملتين باستخدام هو وويتش ووير، وكمان براكتس عليها. طيب الليسون اللي بعد كده هيبدأ يعرض لك الكلمات المهمة وكمان تصريفات الافعال. هنبدأ ندرس بقى تصريفات الافعال، وكمان هناخد البارتس اوف سبيتش وهيشرحها لك بشكل كويس جدا زي ما انت شايف، وكمان براكتس عليها. بعد كده هناخد ستوري او قصة كده لطيفة، هيبدأ يعرض لك من خلالها بعض الكلمات المهمة وكمان بعض الافعال المهمة. هيبدأ يعرض لك الدرس بشكل مترجم زي ما انت شايف، وكمان هيقدم لك براكتس عليه، كلمات جديدة والدروس مترجمة بشكل كامل زي ما انت شايف، وبراكتس كتير جدا على الدروس. وهنبدأ في ليسون 6 وهيعرض لك الدرس بتاعك بشكل مترجم زي ما انت شايف، وكمان هيبدأ يشرح لك ازاي تربط ما بين جملتين باستخدام ادوات الربط and وبut وبيكوز وسو، وكمان براكتس على الليسون. هندرس الموديل فيربس اللي هي will can might can't must وازاي نستخدمهم في الجمل، وكمان هيعرض لك الدرس بشكل مترجم وبراكتس على الليسون. وبكده تنتهي يونت 1 معانا، وهيبدأ بقى يلخصها لك كلها زي ما انت شايف كده، اهم الكلمات واهم الفيربس موجودة وتصريفاتها، وكمان اللانجوج فوكس اللي درستوها في يونت 1، وكمان اهم موضوعات الكتابة اللي انت هتكتب فيها الباراجرافز يعني. هيديك بعض العناوين كده المهمة المفروض ان انت تقدر تكتب في العناوين دي. تمام، طبعا هو كاتب لك اوريدي باراجراف بس احنا مش عايزين كوبي بيست يعني، مش عايزين تحفظ الباراجراف، لا انت اكتب من دماغك، ولكن هو بيديك بعض الافكار. طيب هنشوف هنا كده مديك براكتس طبعا على يونت 1 اسئله متنوعه، وجايب لك باراجراف عن الايكو سيستمز. تمام، هتبدا انت تستخدم الكلمات دي في كتابه الباراجراف. طبعا الباراجراف بتاعنا بيكون عباره عن 50 كلمه، ما يقلش عن 50 كلمه. طيب يونت 2 هيبدأ يعرضها لك ويعرض لك الدروس بتاعتها بشكل مترجم كده زي ما انت شايف، وكمان هيشرح لك الجرامر بتاعها وازاي تستخدم هاو، وكمان براكتس على الليسون. طيب الباست سمبل تنس هيبدأ يشرح لك زمن الماضي البسيط، وطبعا الزمن ده احنا درسناه قبل كده فاكرين من سنة تالتة ابتدائي وكنا بندرس الباست سمبل تنس. هنبدأ بقى ندرسه ولكن بشكل متعمق اكتر. ازاي يعني؟ هندرسه مع الريجولار فيرب والirregular فيرب، مع الافعال المنتظمة والغير منتظمة. ازاي تبدأ تعمل جملة في زمن الماضي البسيط باستخدام الافعال المنتظمة او الغير منتظمة، وازاي تقدر تعمل نفي للجمل دي، وكمان تكون سؤال وتجاوب عليه من خلال التدريبات طبعا اللي احنا شايفينها دي، والشرح البسيط المقدم. وكمان هيبدأ يشرح لك البريزنت بيرفكت تنس زمن المضارع التام برضو بشكل تفصيلي زي ما انت شايف. طبعا انا قلت ان انا وحاطه شرح مبسط جدا لزمن المضارع التام في الديسكريبشن بوكس اللي حابب يطلع عليه. طبعا الشرح ده مقدم من زميل هو اشكره طبعا على اسلوبه في الشرح، شرح بسيط جدا وسهل وممتع. طبعا انا بقلب كده في الكتاب قدامكم علشان تشوفوا كمية الدروس المعروضة ليكوا، وكمان الدرس بيكون تقيل ازاي، بس الكتاب بيتعامل معاه بطريقة ذكية ان هو بيقسمه لفقرات وبيترجم لك كده كل فقرة مع نفسها زي ما انت شايف. كمان الحركة دي بتلخص لك وقت كتير جدا، ان انت ولا هتدخل بقى جوجل ترانسليت ولا تبدأ تبحث عن
ترجمة لبعض الكلمات اللي اكيد هتقابلك كلمات صعبة مش عارفها، فهو هنا بيلخص لك كل ده ويوفر لك مجهودك وبيترجم لك بشكل مباشر تحت الجمل. تمام. لكن طبعا لو جملة انت بتقرأها وفاهمها مش شرط ان انت تقرأ الترجمة بتاعتها. طيب ندخل على ليسون 5 والكلمات الجديدة بتاعتك معروضة بشكل مميز، وكمان هيبدأ يشرح لك بعض اللانجوج فوكس الوظائف اللغوية ومنها الكلمات المتناغمة صوتيا. تمام. طيب الدرس بتاعنا هو معروض بشكل واضح زي ما انت شايف، وكمان مترجم، والكلمات المهمة والأفعال وتصريفاتها، وبراكتس على اللسن. تمام. لسن 7 زي ما انت شايف انا بقلب لك كده في الكتاب عشان تعرف ان المذاكره ان شاء الله هتكون ابسط واسهل بكتير من قبل كده. قبل كده كانوا بيحطوا الدروس زي ما هي من غير ترجمه، من غير اي مساعده للطالب، ولكن الكتاب هنا بيبدا يبسط لك المعلومه ويشرح لك اكتر ويترجم لك اكتر ويقدم لك تدريبات بشكل كبير جدا زي ما انت شايف. واليونت هنا بتنتهي وبيبدا يرجعها لك وبيرجع لك على اهم الكلمات والجرامر اللي جه في الوحده، وبيقدم لك براكتس وتدريبات على يونت 2. وبانتهاء يونت 2 يبقى احنا كده خلصنا ثيم 1، وهيبدا الكتاب يعمل لك ريفيو على الثيم كله. هيبدا يقدم لك اختبارات او اختبار على الثيم كله. تمام. وهيبدا يعرض لك النون فيكشن ريدر بقى اللي هي القصه الواقعيه. هيبدا يكلمك هنا عن معلومات واقعيه، وهنا هيكلمك عن الاماكن المشهوره في انحاء العالم. يبدا هنا يكلمك عن الاماكن المشهوره في جميع انحاء العالم سواء في مصر او في امريكا. يبدا بقى يشرح لك ويكلمك عن بعض هذه الاماكن الجميله الموجوده في جميع انحاء العالم. وطبعا دي ما بتكونش قصه خياليه، بتكون معلومات حقيقيه وواقعيه. هنبدا بقى في ثيم 2، وثيم 2 ده طبعا بيحتوي على وحدتين زي ما احنا قلنا في اول الحلقه. انا هبدا اقلب كده بشكل سريع الوحدتين وعشان اوريك الكتاب بيعرضها بشكل عامل ازاي ومنهجك شكله عامل ازاي. وهفصل الصوت دلوقتي وهبدا اقلب كيف صفحات الكتاب. اللي حابب يطلع على باقي الكتاب استودعكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.